السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده خامس حلقه من كورس اعلانات التيك توك. هتلاقي عامه الاربعه اللي فاتوا موجودين تحت في صندوق الوصف وموجودين على الشانل وانت عايز تخش تتفرج عليهم يعني. المهم النهارده هنتكلم عن اهداف الحملات الاعلانيه بالتفصيل، علشان لما تيجي تعمل اعلان على تيك توك تبقى عارف تختار انه هدف فيهم علشان يطلع لك احسن نتائج ممكن. فقالهم غير كلام كتير وقبل الانترو تبدا انزل روق عليا بلايك واشتراك جميل في القناه وهات كوبايه شاي بتاعتك عشان تروق وتعالى لي عشان نبدا الفيديو. بص يا سيدي، اول ما تخش على الداشبورد بتاعتك هتيجي من الجنب هنا هتلاقي في زرار اسمه كامبين، ولو انت مش عارف هتخش هنا ازاي اصلا فانت محتاج تشوف الاربع فيديوهات اللي فاتوا عشان تعرف توصل معايا للمرحله دي. هتلاقي الموضوع سهل بس يعني محتاج تشوفه عشان توصل لهنا، علشان لما تخش في حته تبقى فاهم هنمشي ازاي يعني. لما تدوس بقى على زرار كامبين نضغط هنا على زرار كرييت، فهتلاقي ظهر قدامك الثمان اهداف دول، وهتلاقيهم متقسمين awareness وconsideration وconversion. تمام. اول حاجه معانا الريتش وهي موجوده تحت الاويرنس، ده الاوبجكتيف او الهدف الوحيد من الحمله اللي موجود في حته الوعي. ليه؟ لان هو بيعمل ايه اصلا؟ مش بتستنى منه اي نتائج. الهدف الاساسي بتاع الاويرنس ان يوصل الاعلان بتاعك لاكبر عدد ممكن من الناس بدون ما تستنى منهم ان هم يعملوا لايك او كومنت او شير او ان هم يشوفوا الفيديو بتاعك لاخره. لا، مجرد بيشوفوا انت بتعمل لهم وعي، بتزود فرصه معرفه البراند بتاعك في اذهان الناس وتثبيته. وحمله الاويرنس من اقوى الامثله ليها اللي كلنا شفناها، زي مثلا لو اول ما امازون دخل مصر واشترى سوق، بقى كل اللي هم بيروجوا له ان سوق بقت امازون، بقوا عايزين الناس كلها في مصر تبقى عارفه ان ما عادش في سوق بس بقى في امازون، لان ده اتحول لده. بعيد يعني ان امازون مقاطع عشان بيدعم اللي ما يتسموش، بس يعني ده كمثال الناس كلها شافته. ده الريتش، الاعلان بتاعك بيوصل اكبر عدد ممكن من الناس بدون ما تستنى منه نتائج، بس هو فعلا بيحقق نتائج، بس ده على المدى الطويل لازم معاك بادجت كبيره جدا. تمام. بعد الاويرنس عندك الكونسيدريشن متقسمه لثلاث اجزاء. اول حاجه الترافيك، هدفه ايه؟ لازم يبقى عندك ويب سايت. من الاقوى الحاجات اللي لازم تستخدمها فيه لازم عندك ويب سايت. بيعمل ايه؟ بيخلي الناس تتنقل من المنصه اللي هم فيها اللي هي تيك توك كمثال وتروح على الويب سايت التانية، سواء لاندنج بيج او حتى لو عندك ابلكيشن تبدا تودي الناس من التيك توك لايا كان المكان اللي انت هتنقلهم فيه. تمام. بعد كده عندك الفيديو فيوز، ودي بتستخدمها لو انت عندك فيديو عايز نسبه المشاهدات اللي فيه تبدا تزيد من مشاهدين حقيقيين، طبعا مش مجرد رقم وخلاص، ومن ناس مهتمه، عشان ممكن يجي لك مع الوقت منهم كونفرجنز او ممكن يجي لك منهم مبيعات. تمام. فده الفيديو فيوز. بعد كده عندك الكوميونتي انتراكشن، ده بتستخدمه لو انت عايز تزود كميه الفولورز، برضه فولورز حقيقيين ومهتمين بالحاجه اللي انت بتقدمها ايا كانت هي ايه. لما تبدا تستخدم الكوميونتي انتراكشنز هتبدا تزود كميه الفولورز عندك على الاكونت، حاجه كده عامله زي البروفايل فيزيت بتاع الانستجرام. بيخشوا على الاكونت بتاعك ولو المحتوى عجبهم بيبداوا يعملوا فولو، فالفولورز اللي عندك يزيدوا. تمام. وبعد كده الكونفرجنز، الاب بروموشن. الاب بروموشن هنا مقسومه لجزئين، والهدف ده انت بتستخدمه لو انت عندك ابلكيشن عايز الناس تبدا تنزله، او لو حتى الناس نزلته بس بقى عندهم على الموبايل وبس هم مش اكتف مش بيستخدموه على طول، فعايز تبدا تفكرهم بيه، فبتستخدم الاب بروموشن ان هم ينزلوا، او حتى لو نزلوه تبدا تظهر قدامهم الاعلان قدام عينيهم مره واثنين وثلاثه علشان يبداوا يفتكروا ان هم اصلا منزلينه فيبداوا يستخدموه. جميل كده. الليد جنريشن من اقوى الحاجات اللي بتبدا تستخدمها لو انت شغال في العقارات او شغال في السيارات بصوره اساسيه. ليه؟ لان الليد بتبقى غاليه جدا، فبتستخدم في السيرفيسز الغاليه او السيلز اللي بيجي من وراها برضو مبالغ غاليه. ممكن كورسات غاليه او مثلا حاجات انت بتبيعها زي العقارات او السيارات مكلفه، لان الليد اللي فيها بتبقى معديه شويه. تمام. الويب سايت كونفرجنز، هنا انت بتحول الناس من التيك توك للويب سايت بتاعك. هتقول لي ايه الفرق بينها وبين الترافيك؟ اقول لك الفرق كبير جدا. الويب سايت كونفرجنز انت بتحول ناس هم فعلا رايحين بنسبه كبيره جدا رايحين هيشتروا، انما الترافيك انت مجرد انك بتحول ناس بتعمل ترافيك على الويب سايت عندك. ناس حقيقيين، ناس حقيقيين طبعا، بس نسبه شرائهم بتكون ضعيفه لان هم مجرد بيكون عدد داخل وخلاص. تمام كده. انما الويب سايت كونفرجنز هم ناس فعلا احتماليه ان هم يشتروا احتماليه عاليه جدا. تمام كده. البرودكت سيلز دي اللي فيها الكتالوج، وبرده لازم يبقى عندك ويب سايت بتعرض الموضوع بطريقه كده هبقى اوريها لكم في فيديوهات تانية قدام، بطريقه جذابه بتزود احتماليه ان العملاء يشتروا برده، بس برده لازم يبقى عندك ويب سايت. يبقى انت عندك هنا البرودكت سيلز، الويب سايت كونفرجنز، والترافيك، الثلاثه دول لازم يبقى عندك ويب سايت. والاب بروموشن لازم يبقى عندك ابلكيشن. تمام. انما باقي الاهداف دي كلها عادي مجرد اكونت التيك توك بتاعك تقدر تستخدمه. طب احنا مش واخدين بالكم احنا لحد دلوقتي ما جبناش سيره المسجز. انا عايز اعمل كامبين مسجز، مفيش هنا.
هي للاسف لحد دلوقتي مش متضافه عن طريق الكمبيوتر، انها موجوده عن طريق الموبايل. تقدر تعمل كامبين مسجز كامله عن طريق الموبايل بتاعك. عقبال يعني ما يضيفوها هنا هعمل لكم فيديو جاي ان شاء الله ازاي تعمل كامبين مسجز عن طريق الموبايل، لحد يعني ما تبدا تضاف هنا على الكمبيوتر. هعمل لكم عنها حلقه منفصله لو اتضافت هنا، بس استنوا في الفيديوهات اللي جايه عشان ان شاء الله هنعمل كامبين كامله ازاي تعمل كامبين مسجز عن طريق الموبايل، عشان نبدا ندخل بقى من وراها فلوس ونبيع المنتج او الخدمه اللي احنا بنقدمها. وما تنساش لو انت همك انك كده كده تزود مبيعاتك، شوف المقاله اللي انا هسيب لك اللينك بتاعتها في صندوق الوصف، هتفرق معاك جدا. وبس كده يا سيدي، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عندك اي اسئله ممكن تنزل تكتبها تحت في الكومنتات، انا بقراهم كلهم، او ممكن تخش تكلمني على صفحتي على الفيسبوك، سيب لك اللينك بتاعتها في صندوق الوصف وفي اول كومنت. ولو محتاج اي شغل علاقه بالسوشيال ميديا او الجرافيك ديزاين او حتى التصوير او طبعا الاعلانات، هسيب لك رقم الواتساب بتاعي برضه في صفحه الفيسبوك. وكان في حاجه كده عايز اقترحها عليكم، لو في حد فيكم مثلا بيبدا تشانل جديد على اليوتيوب او بيج على الفيسبوك او الانستجرام بيقدم سيرفيس معينه او محتوى كويس ولسه في البدايه ومحتاج حد يديله زقه، فانا كنت بفكر ان انا ممكن حاجه زي كده ابدا اعرض جزء من الخدمه اللي انتوا بتقدموها عندي على اليوتيوب او الفيسبوك، الاثنين بطريقه مجانيه تماما، مجرد دعم ليه هو. فلو شايفين انتوا ممكن تحتاجوا حاجه زي كده ممكن تكتبوا لي تحت في الكومنتات، وهبدا اثبت بوست على الفيسبوك وعلى الشانل بتاعتي على اليوتيوب، تبداوا تخشوا تحطوا اللينكات بتاعتكم سواء فيسبوك او انستجرام او يوتيوب في الكومنتس بتاعت البوست ده، وهبدا اختار منهم الشانلز او البيجز اللي انا شايف ان هي كويسه وبتقدم فعلا محتوى وفاليو للناس، وابدا في كل فيديو من فيديوهاتي ابدا اتكلم عنها في اخر الفيديو كده لفتره معينه، بحيث ان هي تبقى دعم ليكوا علشان اقدر اديكوا زقه على حسب قدراتي برضو اللي عندي، بحاول افيدكم يعني. فلو شايفين انتوا ممكن تحتاجوا حاجه زي كده اكتبوا لي في الكومنتات، وهعمل لكم البوست ده على الفيسبوك وهنا على اليوتيوب عشان تقدروا تسيبوا كومنتس باللينكس بتاعتكم. بس كده يا سيدي، يا رب تكونوا استفدتوا الفيديو بتاعنا النهارده، وخليكم عارفين احنا دايما في خدمتكم. شكرا.